ها، لسه قدامي وقت. هبدأ كمان شوية، بس شوية اتحولت لساعات والساعات لأيام، وفجأة بقى قدامي ساعات قليلة قوي على ديدلاين، وبعدين ملحقش أعمل حاجة. للأسف كتير مننا بيقع في المشكلة دي وهي التسويف. وخليني الأول أقول لك يعني إيه تسويف. التسويف هو عبارة عن تأجيل المهام اللي المفروض تتعمل لوقت مفتوح، سواء برغبتك أو غصب عنك. العقل العاطفي بيكسب المعركة قدام عقلنا المنطقي. بمعنى صح إنك بتختار الراحة دلوقتي على تعب بعدين. ده بيودينا في دايرة متكررة مش هنعرف نخرج منها أبدا. طيب تفتكر التسويف ده كسل؟ الحقيقة لأ، هو مش كسل، هو نتيجة لكذا حاجة. ممكن يكون نتيجة لخوفنا، أنا خايف أبدأ أو مش جاهز 100%، خايف ما أقدرش حتى أكمل بعدين. أو ممكن يكون نتيجة لقلة وضوح الهدف، أنا مش عارف أنا باشتغل إيه أصلا. أو نتيجة لضغط كبير أنا محطوط فيه، المهمة دي أكبر مني، أنا مش عارف أبدأها منين. العقل وقتها بيرميك في دايرة اسمها avoidance loop. كل ما تهرب بيرتفع التوتر، وكل ما يرتفع هتهرب أكتر. طيب ايه اللي ممكن يحصل اصلا لو ما عالجناش الموضوع ده؟ بسيطه، عد معايا. تراكم مهام، قلق مزمن وتوتر، تدني الثقه بالنفس، علاقات هتبوظ، فرص هتضيع، والاصعب بقى انك هتصدق انك فعلا فاشل. وده مش حقيقي، انت مش فاشل، انت بس محتاج تبدا بشكل صح. طيب ابدا ازاي؟ او الحل ايه؟ الحل مش صعب، بس محتاج التنفيذ بطريقه صحيحه. ممكن مثلا طريقه الجي تي دي، او getting things done. هي طريقه هدفها ان انت تنظم افكارك والمهام اللي عليك. اعمل ايه؟ هجيب ورقه وقلم وابتدي اكتب كل المهام اللي عندي واعمل لها فلتره. هسال نفسي سؤال: هل اقدر اعملها؟ لو لا، يبقى اركز بس شويه. هل انا ما اقدرش اعملها دلوقتي، ولا هي اصلا مش مفيده دلوقتي ولا بعدين؟ لو كده في الزبالة، أنا مش محتاجها. لكن لو مفيدة بس مش في اللحظة دي، أو ممكن تتأجل شوية، أنا هحفظها عندي في الليست لحد ما أشوف توقيتها المناسب إيه. أما لو كان أنا أقدر أعملها دلوقتي وهتفيدني دلوقتي، يبقى أبتدي أشوف وقت اللي هتاخده قد إيه. لو قصير يبقى أبتدي بيها، ولو محتاجة شوية وقت يبقى هحطها في القايمة وأشوف أنا ينفع أبتدي بإيه. في طريقة كمان إن أنا أقول لنفسي: الكبير بيخوف بس الصغير بيحمس. يعني اقسم على فترات زمنيه في اليوم انا هعمل ايه، وابتدي اخد جزء بجزء لحد ما اخلص اللي عليا. ابدا باسهل خطوه ومفكرش كتير لو انا فعلا بسوي. اقلل المشتتات من حواليا كمان، يعني موبايلي اعمل وضع طيران. في الاخر حابه اقول لك ان الاكيد انك مش لازم تبقى خايف من الفشل. سامح نفسك، بطل تخاف منه. التسويف مش عيب لكنه اختيار، والنهارده عندك فرصه تختار حاجه مختلفه. ما تخليش بكره ياخد منك النهارده. ابدأ دلوقتي حتى لو بخطوة واحدة، لأن النجاح مش بيبدأ من النتيجة، النجاح بيبدأ من قرارك انت. بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير مع أصحابك اللي بيسوفوا يسمعوا الحلول دي معاك. وما تنساش اننا دايما معاك، وهدفنا انك تكون سابق بخطوة. تابعنا واسأل وخليك دايما خريج واعي.